وفي مفاجأة غير متوقعة بلجيكا بتكسب أمريكا 4. يا سلام على القافية، طب والله ما كنت مرتب لها. لا بس بجد يعني أنا متعادل مع منتخب كسبان أمريكا 4. طب ما احنا جامدين اهو يا عم، امال في ايه؟ من بعد ماتش مصر وبلجيكا وانا كنت بقول اصلا ان بلجيكا دي ممكن ما تصعدش، ولما صعدت ده بحكم ان المجموعه مش جامده كنت بقول انها من السنغال تخرج بسكور عادي. فاتفاجئت ان هم كسبوا السنغال، قلت عادي. بس ان هم يكسبوا امريكا لا، اللي مش عادي. لان كل المؤشرات والمعطيات كانت بتقول غير كده خالص. فانا مش فاهم هم عملوها ازاي، ده امريكا ده منظم للبطوله، وغير كده منتخب امريكا قوي جدا. فحتى هو مش كسبان واحد ولا اتنين، ده كسبان اربعه، يعني اللي هي ما جاتش معاه صدفه، ومعنى كده ان هو كان عامل عليه ماتش جامد بصراحه. بقى يا جدعان احنا لازم نشوف حل مع لوخ كره القدم عافيه ده. لوكاكو في اخر 3 ماتشات ليه في كاس العالم شاط الكره على الجول 3 مرات، عمل 3 تسديدات بس كل كره منهم بجول، وكل كره قدام منتخب مختلف. انت كلمه ماشيه معاك زي السكينه في الحلاوه دي قليله. هو اللي انا بس مش عارف استوعبه فكره الطول مع الحجم ده وبتجري في الملعب، انا مش عارف بتعملها ازاي. وبس كده، سلام.